تسمعوا لي لهاد الهريسه ولا دينا عوده؟ لو بالله مظاهرات المغرب هذوما الشعب يريد اسقاط الفساد، الشعب يريد اسقاط الفساد. ما احكيو بالفرشه على الاقل، هي مظاهره، مظاهرات انتم عاملين وتحبوا النظام يتبدل في البلاد. شنو باش الفساد منين جايكم انتم؟ ما من راس الحربه جايكم اللي تبوسوا له في دين. بدلوا هذاك يتبدل الفساد الكل. على الاقل انتم تظاهروا بالصحيح. انتم تظاهروا خايفين مش تتبدل حتى شيء، هي بيدها الحكايه. ودابا حنايا عندنا ملك، الاسره العلويه كتحكم هذه 300 عام واكثر. السلاطين حكموا المغرب، الدوله الادريسيه ورابطين، مرينيين والطاسيين السعديين الى اخره، موحدين. دابا انت حاكمكم واحد مبراس داير راسو ولايه تابعه للجزائر وكتهضر على سيادك. انا غادي نوريك واحد كتب غير بوست حكموا عليه في الاعدام في بلادك. شوف. قال محامون تونسيون إن محكمة في محافظة نابل شمالية البلاد أصدرت حكما بالإعدام ضد مواطن بسبب منشورات على منصة فيسبوك انتقد فيها الرئيس قيس سعيد. هذا الحكم يمثل عقوبة غير مسبوقة ومشددة في مجال حرية التعبير في تونس، التي تواجه السلطات فيها اتهامات من منظمات حقوقية بأن سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في عام 2021. ونقلت وكالة رويترز عن محامي المواطن أو محامي المواطن الذي صدر. شتي واحد غير بوست انتقد المبراس ديالكم حكموا عليه بالاعدام. مازال حنا عندنا واحد شويه تقدر تنتقد هكا بوستات وتهضر شي شويه، غير ما تهرس ما ديك تقدر. اما هذا انتقد غير بوست، يعني في الفيسبوك ولا حكموا عليه بالاعدام. فرق كبير ما بين المملكه. ويلا طلع هذا شوفها سمعتي 2021 احتكر السلطه كامله، ودابا هادو 300 عام هما كيحكموا. الاسره العلويه الشريفه 300 عام وهي كتحكم، ولكن دابا هذا طلع عندكم شي 5 سنين ولا 6 سنين سيطر على كلشي. المهم حنا كنعرفوا شكون اللي كيحكمنا وكنعرفوا شكون با. شوفوا نتوما شكون باين الرئيس ديالكم، حنا هذا عارفين با شكون. اسير تكمش الهريسه.